أهلا أهلا، يومكم سعيد. إن شاء الله تكونوا بخير ومبسوطين. للي ما يعرفني، أنا ناي، محبة للجورنال والتدوين. أحب أشارككم مشترياتي للجورنال والأدوات المكتبية بشكل عام. ففيديو اليوم راح يكون فيديو مشتريات، لكن خفيف لطيف عليكم. هم بوكسين حابة إني أستعرضها معاكم. للي حابين يبدون جورنال، أنا أنصحكم كثير بهالنوع من البوكسات. طبعا للي يعرفوني قبل يعرفون إني أنا أحب هالنوع من البوكسات، وأنا استعرضتها معاكم في القناة قبل، فراح أترك لكم رابط الوصف. رابط الوصف راح أترك لكم رابط الفيديوهات هذه اللي استعرضت فيها هذه البوكسات بالوصف، فتقدرون تروحون تشوفونه. أما اليوم راح أستعرض لكم بس هذول البوكسين، أخذتهم من تيمو وهم كثير 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 حلوين. فتعالوا معايا أستعرض معاكم البوكسين. خلونا نشوف أول بوكس. حابة أستعرض معاكم أول شيء البوكس هذا البينك. طبعا جاء الباكيت ما شاء الله سليم سليم سليم، عكس هذا جاء مهربد. فخلونا نشوف أول بوكس. طبعا الحلو في هذه البوكسات ليش أحبها؟ لأنها تجي منوعة وبأشكال مختلفة وبكل الألوان، يعني تريحكم. والحلو فيها كمان إنها تجي 100 ملصق. شايفين هنا معايا 100 ملصق، فمرة تريحكم صراحة في بداية الجورنال، بداية ما أنتوا تحبون تسوون جورنال، فما تحتارون إنه لازم تشترون كذا ملصقات مع بعض. لا، خلاص يكون عندكم مجموعة واحدة لكن بأشكال كثير كثير حلوة. فخلوني أوريكم هذه المجموعة من ورا. شايفين الألوان اللي فيها؟ الأخضر والأصفر والبينك والأحمر، فمرة حلوين صراحة. بس بستعرضهم معاكم واحد واحد، مجموعة مجموعة، كل الألوان، عشان إذا حبيتوا إنكم تطلبون هالنوع من الاستيكرات. شوف اللون الأحمر أول شيء. فزي ما قلت لكم بنات، والله أنا مرة أحب هالنوع من البوكسات، يعني على قولة لما تسميني أم المجموعة. للي ما يعرف، لما تحب الجورنال، تحب الأدوات المكتبية، تحب القرطاسية، تعشق الأنمي. فأنا يعني معلش سامحوني، بكل فيديو ممكن هذا الفترة راح أذكر اسمها، لأنه هي شخص عزيز على قلبي صراحة، وأتمنى من كل قلبي إنه ربي يوفقها في قناتها في اليوتيوب. وإذا ما اشتركتوا في قناتها روحوا اشتركوا في قناتها، تلاقون أيقونتها جنب أيقونتي. وراح أترك لكم كمان رابط قناتها في الوصف. فعلى العموم خلونا نكمل، يعني أحس إني بديت أستحي. فشوفوا الملصقات والاستيكرات تجنن يا بنات. أنا كثير أحب هذا النوع من الاستيكرات، لأنه تريح في صفحات الجورنال، يعني بغض النظر إيش تبغون أشكال. شوفوا في أشكال ورود وبيوت وساعات، يعني فيكتوري تقدرون كمان تسوون، يعني كثير أنواع تقدرون تسوون، يعني صراحة مرة حلو. يعني أنا أنصحكم صراحة بهذا النوع من الاستيكرات. أنا أحب أستخدمه كثير في البلانر حقي، في التخطيط الشهري والأسبوعي. إذا أنتم شفتوا الفيديوهات والقنوات معليش بنات، كثير بكلج في هذا الفيديو لأنه ما قاعدة أسجل فويس أوفر، فمعليش سامحوني. فكثير أحب أستخدم هذا النوع من البوكسات في بلانر التخطيط، لأنه مناسب لحجم البلانر حقي الأسبوعي والشهري. وغير كذا مرة أحسه منوع، فكل شهر أغير الثيم. وإن شاء الله بإذن الله راح أستخدم واحد من البوكسات هذه في شهر بتخطيط إن شاء الله شهر سبتمبر بإذن الله. في نهاية الشهر هذا إن شاء الله راح أسوي لكم تخطيط شهر سبتمبر في البلانر حقي، وراح أوريكم كيف راح أستخدم البوكسات هذه. فإن شاء الله إنه راح تعجبكم. هذا اللون الأحمر، هذه المجموعة اللي باللون الأحمر. خلونا نشوف المجموعة اللي باللون البينك.
زي ما قلت لكم بنات، عدولي الأخطاء في هذا الفيديو معلش. هذا اللون البينك باين مرة حيكون حلو، مرة متحمسة للون هذا. شايفين الكياتة شكل الملصق لحاله، عنصر البنت شي صراحة مرة حلو، يعني كمان ينفع للجورنال الميني، جدا جدا جميل. شايفين يا بنات الاستيكرات، يعني أتعب وأنا أمدح صراحة هذه المجموعة. 100 ستيكر في كل بوكس، يعني لو أخذتم بس بوكسين حيقعد معاكم صراحة فترة طويلة على بال ما تخلصوه، فمرة حلو. أنا نسيت أقول لكم، صح، أنا ما أدري ذكرت ولا ما ذكرت، المهم شكلي قطعت السالفة وما فيها يا حبايبي إنه لما تسميني أم المجموعة لأني أحب أشتري إذا شفت شيء يعني أو عجبني أحب أشتري منه كل النمط الموجود. مثلا إذا البوكس زي البوكسات اللي وريتكم قبل شوية، في منها الأزرق والبينك والأزرق الفاتح والبرتقالي، فأنا أخذت كل المجموعة، فتسميني أم المجموعة دائما، أم البوكسات وأم المجموعة، فتضحكني صراحة. ففعلا حسيت نفسي إني أنا فعلا أم المجموعة وأم البوكسات. أعشق البوكسات يا بنات، إدمان، يعني تريح صراحة. هذه بالنسبة لمجموعة اللون البينك. شوف اللون الأصفر، صيفي مرة باين إنه صيفي، حتحبوه. شوفوا، أحس فيله طابع عربي، صح؟ مرة حلو، مرة جميل استيكرات اللون الأصفر. والله كيوت هذه البنوت. مين يحب الليمون؟ أنا أحب صراحة الليمون بس أحبه مع النعناع، مرة أحب الليمون مع النعناع، يعني موهيتو نحط عاد فيه أي نكهة، بس أحب الليمون والنعناع كمان يكون معاه. شايفين مرة حلوة كيف وهي بحجاب، يعني نص حجاب بس حلوة. والله صراحة أنا حبيت الملصقات الصفراء، انتم مش رأيكم؟ لا تنسوا تكتبوا لي بالكومنت أي بوكس حبيتم، هذا البوكس البينك ولا شوية بوريكم البوكس الأزرق، طبعا مختلف، يعني مرة حلوين كلهم. أنا شفتهم صراحة بالصور في الموقع، بس ما شفتهم كذا معاكم، أول مرة حشوفهم حاليا يعني، بس مرة عجبوني أول ما شفتهم. وأي بوكسات تطلع من هالنوع أحب أشتريها، فإذا أنتم تعرفون بوكسات ما هي عندي وما استعرضتها عادي، يعني انبسط إذا أنتم وصيتوني بأشياء جورنال أو أدوات جورنال، تقدرون تتواصلون معايا هنا أو بالإنستا حقي على الخاص، فراح انبسط لو أنتم اقترحتوا علي مشتريات أنا أشتريها وأجربها واستعرضها معاكم هنا. فنشوف اللون الأخضر بآخر مجموعة. الأخضر أكثر طبيعة، بس برضو حلو. أي لون حبيته أكثر؟ أنا حبيت الأصفر حتى أكثر من البينك، مرة حلو الأصفر. خلونا بالأخضر حاليا، في ملصقات حلوة. شوفوا شاي، شايفين يا بنات قديش إنه هو منوع،
فانتوا تقدرون تسوون كذا ثيم بهذه الاستيكرات. يعني على فكرة بنات، ابدا ابدا مو اعلان اي مشتريات انا انزلها، ابدا مو اعلان، فهي من مشترياتي يعني الخاصة. مرة حلوة البنوتة هذه. شايفين يا بنات في كمان كذا كأنه جلسة برا، تقدروا تسوون يعني كذا شكل. بس بالمجمل زي ما قلت لكم أنا كثير أحب أستخدم هذه البوكسات بالبلانر عندي. إذا ما شفتوا أي فيديو من التخطيط اللي أنا أسويه، يا ليت تشوفون لو واحد عشان تفهمون الفكرة أنا كيف أستخدم الملصقات هذه، أو استنوا إن شاء الله فيديو تخطيط الشهر الجاي اللي هو بداية سبتمبر، حيخططوا معاكم قبل نهاية هذا الشهر بإذن الله. فمرة حلوين حتى في بنوتات صغار. كذا خلصنا هذا البوكس، فراح أوريكم البوكس الثاني إيش فيه له أشياء، إيش فيه له ملصقات قصدي. خلينا نشوف. طبعا زي ما قلت لكم هذا البوكس جاني، شايفين كيف من الشحن، مرة معدوم بس مو مشكلة، نحاول نرجع الموضوع. يعني صراحة أنا كنت حابة أسوي له استرجاع، بس بعدين ما طوعني قلبي إني أستنى المدة الثانية، يعني على بال ما يجيبوا لي البوكس ثاني مرة، فكنسلت ورضيت بالأمر الواقع. شوفوا معايا البوكس، راح نرتبه سوا وأوريكم هو، بس خليني أوريكم إياه من ورا إيش الأشكال اللي فيه. يعني في أشكال منوعة، عكس هذا مو بألوان، عكس البينك مو بألوان، يعني أوكي ملونة بس إنه منوعة كمان، وبرضو 100 ستيكر. خلينا نشوف. طبعا مخربين على بعض، فراح أحاول إني أوريكم هي مجموعة لأنه ما راح أقدر أنظمها، فمرة سيء الشحن هالمرة بهذا البوكس. يعني ما أدري هو كان مستخدم وسووا له استرجاع. على العموم خليني أوريكم. طبعا خسارة إنه مخربط، فماني عارفة كل واحد أي ثيم، بس هذا شكله كأنه قتال أو شيء أو حرب، بس يعني مو بطال حلو. هذا كأنه بالطبيعة. شوفوا في أشياء تنفع للجورنال، مثلا هذا، هي كلها تنفع للجورنال بس أقصد يعني الأشياء اللي كأنها وشي تيب. أنا بحاول يعني إنه أفكر إنه هذه من ضمن المجموعة هذه أو لا. ماني عارفة يا بنات إذا تشوفون أو لا، لأنه مو واضح عندي صراحة. هذه حلوة مرة. هذه تصلح كمان بالشتاء ولا لا؟ لونها أزرق. ليش أنا شايفتها ثلج؟ والله ما أعرف ليش شايفتها ثلج أنا. هذه طبيعة، فراشات، ممكن نسوي ثيم الزراعة، تطلع مرة حلوة. يعني أحس هذه أصغر من الحجم اللي أول، من البوكس الأول، خصوصا البنات. يعني في أشياء منوعة أكثر وأصغر أحس، فأنا ما راح أرتبهم يا بنات، راح أحطهم على بعض. بس شوفوا نفس ما قلت لكم إنه كأنه حرب أو شيء زي كذا، هذول اللي زي بالأفلام التاريخية. فأتوقع هذا من هذه المجموعة. شوفوا الغيمة هذه حلوة، صيفية يعني. هذه إذا نزلت جدة راح أخذها إن شاء الله وأسوي جورنال فيها. جورنال ميني.
راح أخلي هذه هنا عشان أشياء البحر، راح أجمعهم بعدين مع بعض. مرة حلوة هذه برضو. هذا التاريخي، الثيم التاريخي أو ما أعرف إيش يسمونه. هذا برضو صيفي. شايفين يا بنات الاستيكرات هذه أصغر، يعني الحين تأكدت لأنه كل مرة يطلع ستيكر البنات أصغر، بس إنه منوع أكثر، بس حلوة. واو هذه طوس. أول مرة جربت الغوص وشفت الأسماك اللي من هذا الشكل، أول مرة جربت الغوص وشفتها بتايلاند، كان شعور وإحساس مرة حلو فعلا. لما تعيشون مغامرة تتوقعون انكم انتم ما حتعيشوها ابدا، او تجربة تتوقعون انكم انتم حتخافون ولا ما حجربها، بس تتحمسون، يعني بس تفكرون انه انتم لو ما سويتها تندمون كثير. جد اي مغامرة تحصل لكم انكم تسووها سووها. يعني انا كنت اخاف كثير، يعني ما كنت اتوقع في يوم اني حاجرب مثلا الرماية، بس جربتها وجد مرة استمتعت. حتى الغوص أخاف كثير من البحر، بس يعني لو تشوفون كنت متمسكة باليخت، ومو اليخت القارب هذا الصغير، فما أبغى أفلت، بس أدخل راسي أشوف وأطلع. كان وضعي مزري، بس والله عشت التجربة، كان شعور حلو. عشان كذا أقول لكم عيشوا. تحبون الأشياء الخطرة، الملاهي هذه الألعاب الإلكترونية الخطرة؟ مو كثير أنا، بس جربت صراحة قطار الموت والأشياء هذه. هذا كيوت الستيكر. يعني هنا عندنا قطار الموت، القطار هذا المرعب جربته برضو كان حلو. إيش التجارب يا بنات اللي سويتوها وتوقعتوا إنكم مستحيل تسووها بس سويتوها؟ اكتبولي بالتعليقات. طبعا إذا باقي أنتم قاعد تتفرجون معاي على ستيكرات وما مليتوا مني. شوفوا المجموعة، برضو ناخذ جزء من اللي متخربة. هذه حلوة برضو، كيوت. بداية السمار، تعرفون إني أحب السمار. هذه كمان كأنه جزيرة أو شيء. هنا أشياء أحس تاريخية أكثر. لا هذه التاريخية، هذه ما أدري، بس أحس هذه أشياء بريدية ومدن. هذه ممكن نستخدمها برضو. شفتم نفس الأشياء الأوراق اللي نستخدمها للجورنال، بس إنه بشكل ملصق، فمرة حلو مرة حلو. هذول كمان حلوين. أحس حيطلع منهم جورنال جميل، بس إن شاء الله زي ما قلت لكم أنا على الأغلب ما هستخدم هذا البوكس. أتوقع أستخدم هذا البوكس في التخطيط، بس نشوف، يمكن أغير رأيي حسب يعني إيش أحس شعوري للشهر الجاي إيش حيكون. هذا تذكرت فيلم أنا شفته اسمه الآنسة، كان في كذا تنانين وأشياء، كان حلو. إيش تحبون أفلام؟ أنا صراحة يعني أحب الأكشن. في ناس يتوقعون إني أحب الرومانس وكذا، نو. أحب الأكشن، أي أكشن، أجنبي أو كوري أو ياباني، المهم إنه أكشن ويكون كمان قتال، يعني أحب الأشياء اللي زي كذا.
أحب إنه من ثاني دقيقة ثالث دقيقة ما يهدى الفيلم، يعني أظل متشوقة أعرف إيش صاير أو إيش بيصير. بعدين أنا لما أتفرج ماني من النوع اللي أسكت صراحة، يعني أظل أسأل ليش كذا، ليش كذا، يعني اللي جنبي يكره إنه قاعد يتفرج معي. أظل أسأل إيش صار، لأني صراحة ما أعرف الإنجليزي فلازم أقرأ تحت، ومرات يفوتني فانقهر أصير لازم أسأل إيش صار. هذه مرة حلوة، عجبتني كثير. أنا أحاول أتذكر أشياء أسولف لكم عنها صراحة، وأنا صراحة خايفة أسوي لكم فقرة الأسئلة، يعني اسألوني وأنا أجاوب مثلا، وتسألوني أشياء شخصية وأتورط. وأصير أندم إني قلت لكم اسألوني، فعشان كذا قاعدة أحاول إني أنا أسولف لكم عن الأشياء اللي أنا أحس ودي أسولف فيها. نشوف هنا، أتوقع هذا شوية غامض أو داخلين على بعض، ماني عارفة، بس نشوف. ناخذ هذه المجموعة ونشوفها سوا. ما أدري، في استيكرات حبيتها في هذه المجموعة، وفي استيكرات مو كثير صراحة. حبيت البوكس الأول أكثر، ماني عارفة، هذه تصلح بأكتوبر أحس، يعني ثيم كذا، صح بنات؟ واو. شوفوا صراحة للأمانة أنا ما أحب الاستيكرات اللي زي كذا، بس سبحان الله مضطرين، يعني مضطرين نشتري أشياء زي كذا عشان نواكب الأشهر ونصور، بس مو كثير أحب الأجواء هذه. نشوف هنا، خلاص تقريبا خلصنا، باقي شويتين ننتهي. أوه، في استيكرات عن مصر، في أشياء عن مصر، حبيت والله. حلو، هذه كمان النوافذ مرة حلوة بالجورنال، هذه كيوت. هذه تنفع بديسمبر، ممكن نستخدمها. كذا خلصنا الملصقات، الله علي الملصقات. خلصنا الاستيكرات كلها، استعرضتها معاكم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها واستمتعتم بالفيديو. جد شكرا لكل أحد بقي معايا لهاللحظة بالفيديو، وإن شاء الله تكونون ما مليتم. وزي ما قلت لكم يا بنات، أنا كل النصايح اللي أعطيكم إياها هنا يعني عن تجربتي، أنا أحب أعطيكم رأيي أنا الشخصي، يعني أنا إيش أحب فأقول لكم، بس أنتم مو مجبرين يعني أبدا إنكم تصيرون نفسي أو تشترون نفسي. ممكن أنتم بنفسكم ترسمون الأشكال وتستخدمونها كملصق يعني في الجورنال حقكم، مو شرط تشترون أبدا أشياء. فأنا راح أجمع كل هذه الأشياء بعدين. كذا أكون خلصت معاكم استعراض البوكسين. أتمنى يكون الفيديو أعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك واشتراك، لأنه من أهدافي السنة إني أوصل إن شاء الله 10,000 مشترك قبل نهاية السنة، فأتمنى إنكم تدعموني. ولو حبيتوا الفيديو زي ما قلت لكم لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك، دعمكم يساعد اليوتيوب إنه يقترح قناتي لأكبر عدد من محبين الجورنال والتدوين. دمتم بحب، وأشوفكم الفيديو الجاي.